السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، تحياتي للجميع. وصفة اليوم كل سهلة وبسيطة وإن شاء الله يا ربي راح تعجبكم. طبعا بالبداية راح أجيب صدر الدجاج. جبت صدرين دجاج وسلقتهن هنا مثل ما تشوفون واضح قدامكم. خليتها على النار وخليت المي وخليت ملح، خليت ورق غار. أول ما بلشت تغلي عندي شلت الزفرة مالتها، ومن استوت شلت الصدر خليته على صفحة وخليت المي. طبعا هنا أنا راح راح أجيب جدر أخلي بيه زبدة. بعدها راح أجيب الرز. طبعا هنا أنا تمن بسمتي منقوع عندي وجاهز، خليته وخليت شوية ملح أبقى أحرك فيه لمدة 3 دقائق لحد ما يشرب الزبدة. بعدها راح أجيب الحمص عندي مستوى وجاهز، أخليه فوق التمن. أجيب مية الدجاج أديره فوقها، وأجيب بعد مي لحد غمرة التمن. هنا أنا راح أخليه يستوي على راحته. هنا أنا راح أجيب قطع صدر الدجاج راح أفتفته بهذا الشكل وخليه على صفحة. بس يستوي عند التمن راح أجيب وصلة نظيفة وأخليها على الجدر لمدة 5 دقائق 10 دقائق لحد ما يتنشف عندي وصار عندي هيك جاهز. راح أجيب طاوة. هنا أنا هاي الطاوة راح أخلي بيها شوية زبدة، أخلي بيها الفلفل هذا مو حار يعني اختيارية، وأخلي الدجاج فوقها أحرك بيها هيك تحريكة سريعة وأخليها على صفحة وصارت عندي جاهزة. هسه راح نبلش بمرحلة تحضير الطبق. طبعا هنا أنا مثل ما تشوفون هي هاي لازم هيك تتقدم بهاي الطريقة. يا سلام يا سلام، طبعا الريحة والطعم والشكل فشي خرافي، يعني لازم تجربون هاي الوصفة لأن راح تفوتكم من صدق. اللي موجودين اللي جوي على تركيا وشافوا هاي الأكلة أكيد أكلوا من عندها ويعرفوها. أنا راح نحضر هاي الشغلات. الحبشكلات اختيارية، شنو تحبون تخلون إياها؟ طرشي، خضروات، سلطة، يعني أي شي تحبونها هذا الشي اختياري. إن شاء الله رب تكون هاي عجبتكم هاي الوصفة، وألف ألف عافية عليكم مقدما. لا تنسونا بصالح دعاكم واللايكات والمشاركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.